كان له مثل أجر الشهيد. بصوتها الملائكي خاطبتنا الإعلامية المرحومة مباركة الزروالي، قصت علينا قصص ألف ليلة وليلة بصوتها العذب ولغتها الإسبانية المتميزة وحسانيتها الداغسة عبر ميكروفون إذاعة العيون صحراء. وكانت لنا ولمن قبلنا خير جليس وأنيس يقيه وحشة الغربة. موهوبة كانت ببراعة سردها، بدأت مسيرتها الإعلامية سنة 1976 عندما تم توشيحها بلقب أول إعلامية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، من بوابة التحرير باللغة الإسبانية بالإذاعة الجهوية، قبل أن يتصاعد نجمها سنة 1987 وتتقلد رئاسة القسم الإسباني بالإذاعة الجهوية للعيون إلى غاية سنة 2010. لغة المرحومة مباركة الزروالي الإسبانية الفصيحة، مهنيتها وحميمية صوتها بوأتها عددا من المناصب المهمة، إذ شغلت منصب مراسلة إخبارية باللغة الإسبانية بالقناة الأولى بالرباط، أيضا في الفترة ما بين 1996 و 1999. زاوجت القامة الإعلامية بين عملها الإعلامي والفعل الحقوقي عبر قيادة عديد الأعمال الإنسانية في الصحراء، التي وضعت حجرها الأساس من خلال تأسيس جمعية مساندة الأشخاص المعاقين المعروفة اختصارا بأضاف، مسخرة جهدها لهم دون مواربة في سبيل تيسير مناخ التعليم والمواكبة الطبية لذوي الهمم. انخرطت المرحومة في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، ونافحت عنها من خلال تمثيلها المغرب في اجتماع لجنة الأمم المتحدة حول قضية الصحراء نيويورك سنة 1984، ومجاهرتها بمعاناة الصحراويين في تندوف في أشغال الدورة 13 من مجلس حقوق الإنسان في جنيف سنة 2010، وأدلت بدلوها سنة 2013 في الحوار المشترك حول الصحراء المنظم من طرف المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين بلشبونة مع فعاليات تندوف. مسيرة صوتنا الإذاعي الرخيم مباركة الزروالي تواصلت بالدفاع عن ساكنة الصحراء وقضاياهم، حيث كلفت بعضوية المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. دافعت المرحومة مباركة الزروالي عن قضايا المرأة المغربية والإفريقية، وكسر صوتها حاجز الصمت في مؤتمر البلدان الإفريقية المعني بالمرأة حول ثقافة السلام المنظم من طرف منظمة اليونسكو بزنجبار بدولة تنزانيا في الفترة ما بين 17 إلى 20 ماي 1999. تركت المرحومة مباركة الزروالي بصمة داغسة في مجالات الإعلام وحقوق الإنسان والقضية الوطنية، لتخلد بذلك كصوت لساكنة الصحراء ومنافحة عن ذوي الهمم وقضايا المرأة.